مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمعين؟ ايه ورا سكن؟ شو؟ good now. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبة. تمام. أخبارك؟ منيحة. الحمد لله. أنا صراحة أول مرة أدخل بثك، يعني أشوف بثك من زمان تبثين، بس أول مرة أدخل. حبيت إني أشارك معك. حياك. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبة. ها تبين نلعب، نقول شيء، نقول قصة وأنت تكملينها. لا تعال بالأكل وخيرك. طيب بس روق المانجا. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني ما تسألينيش أشياء وحشة، يعني أشياء بتحرجني قوي. بس قلت لي روق المانجا، قال لي لو خيرك عصير برتقال ولا عصير مانجا. والله. إيه لا أنا اصبر إيش السؤال السخيف ده؟ يلا اسمع، هذا لا هو ما يلا. لا شو هذا؟ لو خيرك تكلم جني ولا تنام في بيت مهجور؟ أكلم جني ولا أنام في بيت مهجور؟ أكلم جني، مرة. لأنه ممكن الجن يكون مسلم عادي يعني. طب لو خيرك ترقص بربس عن الإشارة أو تقول للشرطة أحبك؟ أقول للشرطة أحبك أكيد، يعني عادي أروح الشرطة وأقول له أحبك، وين المشكلة؟ سمير شكرا. لا هي لا. طيب لو خيروك بدون مكيف وهدوء ولا تنام عند مكيف إزعاج؟ والله شوف، يعني كنت جربت بدون مكيف. يعني أنا كنت في هوم ستي، وكان شو على المروحة. هوم ستي في عائلة المستوى؟ هوم ستي عائلة في مثلا طالب لغة، امم خلاص، أي بلد، أمريكا ولا في كندا، يروح عند عائلة، صح؟ امم هذا الهوم ستي. فأنا قد جربت أصلا، يعني قعدت تقريبا 9 شهور بدون مكيف أصلا، يعني بننام على المروحة. طبعا أنا في كندا والوينتر ما يحتاج، هون عرفتي، فعادي. كندا، لكن كيف عنا؟ كيف عندكم؟ أنت وين؟ بالسويد. في السويد؟ يا زين السويد يا ناس، كيف ما الأجواء حلو، عندكم؟ بوز. ما عنا مو بلشنا مطر حلوة؟ وعواصف هوا بس لسه. شو ما حلو بالمرة. السويد مو حلوة؟ نفس كلامي، السويد مو حلوة؟ لا تنغر بالاسم وبحكي الناس، والله ما حلو. لا وكل اللي حلوة أصلا. بيجوها بيسموها بلد الكآبة، وطلعت لها إشاعة عليها إنه هي أكثر بلد للانتحار حول العالم، والناس كلها أوف. صدقت الإشاعة، بس ما الإشاعة ما حقيقية، بس إن الناس صدقتها لأنه اكتب ما على نسب الانتحار في العالم جوجل، وحتطلع لك في واحدة من المواقع هذا إشاعة إنه السويد أكبر كوريا بلد. صح؟ هي الصحيح شنو؟ كوريا لا في مو نسبة كوريا. كبيرة في كوريا. أجل في وين؟ في نسبة. اليابان؟ لا أكبر نسبة هلا طلع لك إياها، بس كانت طالعة إشاعة على السويد وطالعين حاطين كاتبين الأسباب ليش. استنى. عاد السويد حلوة، نسمع أكبر عنها، نبغى نزورها السويد. نسبة. والله يا زين بريطانيا، يا لين يا زين بريطانيا، عالم. بس نظام ليك هيا. زي الألف. أيوة. ليت شو؟ ليتوانيا وروسيا تاني واحدة، روسيا البيضاء تاني واحدة، روسيا العادية ثالث واحدة، يعني في روسيا اليابان رقم اثنين يعني. 9. في روسيا البيضاء ما تعرفها، وفي والله ما أعرفها. كوريا رقم 10، واليابان رقم 9، حلو، الصين كوريا رقم صح. 12، الصين رقم 12. أنا فرنسا عندي زملاء. 21، سويسرا 22، النمسا 23، التشيك 26، جمهورية الصين الشعبية 29، الدنمارك 30، السويد رقم 34. حلو. أنا عندي أصحاب من كوريا، عرفتي؟ عندي أصحاب من كوريا يقولون إن نسبة الانتحار عندهم مو طبيعية، لأن الظاهر ما يأخذون إجازات، ما عندهم هوليداي، لا عرفتي؟ ما مو عندهم. قصة هيك، هناك عندهم ما عندهم، عشان عندهم الدين تبعهم ما بيفرق، ما بيقرب على، يعني ما بيجمع العائلة، فبتلاقي العائلة متشتتة، ما حدا مثلا الأم ما عنده حقوق أم،
أقول أم كل واحد لحاله. ليش الأم عليها حقوق؟ ليش الأم بس هي تربي، بعدين الولد بس يصير 18 يا إما هي بتتخلى عنه بيطلع هو يشتغل. ليش انتشرت السكن الجامعات؟ لا ما أتوقع، لا يخدمونهم أهلهم. وين يخدمونهم أهلهم؟ وين؟ لا ما أتوقع. كوريا ما أتوقع. واليابان كمان. طيب لا اسمع، تصدق، الصين، واليابان برضو الدنيا يخدمونهم كلها. أهلهم برضو. إيش كنت بقول عشان رجيم؟ كنت بقول حاجة ونسيتيني يا أخي. عن كوريا. أيوة، إيش رأيك بالكوريين؟ يعجبونك؟ ما كتير. هو بحب التطور بس ما بحب يعني. لا كيف إيه صح، تطور عندهم طبيعي صح. انت كيف قصدك؟ يعني في ناس تحب مسلسلات ورسالات هذي. طيب التطور عندهم بشكل خرافي، لدرجة إنه حتى في الترين لما يروح للتون اللي هو إيش أقول لك، اللي هو القطار اللي حق المدخل ذا، عرفتي؟ في بعرف. إنترنت. يعني تطور خرافي خلاص. مم. بس إلا اللي ما يعجبني فيه بناتهم كأنهم دمية عرفتي كذا يتكلمون. والله جد كذا يتكلمون. والله زي كذا. بس يعملوا افلام كرتون انا بحس كلاتهم نفس الصوت، ما بفرق بين والله ما صوتهم. يعني أنا أشكالهم في البداية كنت ما أفرق، الحين أفرق عادي، أفرق بين أشكالهم عادي. ليك اسمع، السويد أعلى معدل انتحار في العالم. لماذا؟ عنواني المخيب المتوقع، فما كنت أتداوله مع الصحاب بخصوص الانتحار ومعدلات في السويد. المهم كأنها فبكثرة ما طرحت أمامي تلك المعلومة لم أكن أتوقع أنها مجانبة للصواب. فالحقيقة بعيدة تماما عن هذه المعلومة، ومعدل الانتحار لا يعد الأكثر عالميا. سبب على أي حال كنت أتساءل المهم أنت أقرأ هذا لأني ما بعرف أقرأ كتير. إيه خلاص أنا راح أقرأ ولا يهمك، يعني بسيطة يعني نقرأ ما عندنا مشكلة. كملي أسئلتك. طيب، تيجي عند واحد ما تعرفه وإيش وتضربه كف وتقول آسف أحس بك خويي، أو تكسر جوالك الجديد قدام أبوك وتقول جيب لي واحد جديد. ممكن أضرب واحد وأقول له أنا آسف كمقلب يعني، بس لو أكسر جوالي قدام أبوي راح يقول إيش هذا الورع اللي ما يكبر، عرفتي؟ إيش هذا الورع البزر، عرفتي؟ ولا أقول له اشتري جوال جديد، يعني أنا عمري 25 وأقول له اشتري جوال جديد، لا ما في أمل. أضربه حتى لو أضرب واحد مصارع ويقعد يرفس فيني ما عندي مشكلة. كملي سؤالك اللي بعده. تنزل الشارع وتضحك مثل المجانين، أو تاكل برجر بالخلاط. عادي أنزل الشارع وأضحك زي المجانين عادي، وين المشكلة؟ تدرين متى أنزل؟ أنا في كندا أنزل آخر الليل يحسبوني سكران عادي. طيب، طب تشرب كولا مع حليب أو حدا يضربك كف؟ أشرب كولا مع حليب. إهانة النفس قوية. طيب، تقع على التراب والطين وتقعد ربع ساعة، أو تكب على نفسك بيبسي وتتركها ربع ساعة؟ أو أكتب على نفسي إيش؟ تكب على نفسك بيبسي وتتركها ربع ساعة. عادي. عادي نقعد على التراب، يا ما قعدنا على التراب زمان ونحن صغار عادي. بس انت هلا عمرك 25. عادي نقعد على التراب. شو هذا البزر؟ يا زين التراب يا بنتي، جدك انتي والله يا زين التراب. يا زينة بس كملي. لو تركب سيارة واحد ما تعرفه وتقول له وتاخذ سيلفي معه، ولا تركب سيارة واحد ما تعرفه وتصرخ وتقول له سوق بسرعة؟ كلها مقلب عرفتي، كلها تعتبر كمقلب يعني. ما فرق بينها يعني عادي عرفتي، ما فرق بينها. لا بدك تختار. ممكن اخذ سيلفي لا اخذ سيلفي، لا ما اخذ سيلفي لانه ممكن يرفع علي قضيه. لا ما اخذ عليه سيلفي. لا مو بكندا بعرف نفس الاشي هون عنا، بس قصدي بلدان عربيه ما بتصير عادي كتير. بلدان عربيه بلدان عربيه اخس واخس يعني. تخيلي واحد يدخل ويسوي لي سيلفي يعني سلامات. بس لا والله لا سلامات. هي والله ما خليه ايش يسوي لي سيلفي.
طيب خلص، لكن اختار خيار الثاني، سوق بسرعة. قول له حدا عم بيلاحقني ولا شيء. اقول له سوق بسرعه، يرحم والديك، في ناس بيضربوني، يرحم والديك، تكفى تكفى، سوق بسرعه عادي، ما عندنا مشكله. طيب يا سوبر اي زدي، شكرا على المشاركة. الله يسلمك. الله تابريني يسلمك. بشيء يا لين؟ سلامتك. الله يسلمك، في امان الله. طيب.